مشروع بناء مجتمع ديمقراطي، ونسعى إلى نشر هذه الفكرة أو التقرب الذي نريد أن يعتمد عليه الكثيرين ممن يبحثون عن الحرية والديمقراطية، ولهذا فهي مشروع وقد يتطور في عموم المنطقة، ونحن نؤكد بأنه ليس خاصا بالكرد فقط. أزمة الخبز أعتقد أنها مرتبطة بموضوع التقني داخل الأفران والمطاحن. بعرف إنه السخرية بتكون قاسية شوي، بس معي راح تحبوها. أفتشية هيك بيقمان ما تشتكي عجيبة غريبة. انستغرام قوادي بيتر لا يا انستغرام يعني كاتشكين فرنسا خوشك بون محل. وبيضلوا هالسخرية أفضل بكتير من الكذب والنفاق يلي عم بنعيش فيه. مشان هيك أنا قلت لكم أكثر من مرة، الأخبار اللي بتنتشر على صفحات التواصل واللي عم يهلهلوا كلها أخبار عارية عن الصحة، ونحن هون بمدينة عفرين يعني لا الصحفيين ولا المسؤولين ولا الشعب رح يتخلوا عن مدينة عفرين. برنامجنا نيوزيتيف راح يضل مثل ما هو، خاص بكل أكراد سوريا وبكل شي يتعلق فيهم هني وبس. بس هالمرة راح نكون بالعربي، انتظرونا.